كتقول واحد الحكاية شعبية أن تسمية الكومير جات من العبارة الفرنسية كو أمور، واللي ما عندها علاقة لا بالخبز لا باللون ديالو لا بالشكل ديالو لا بالمكونات ديالو. ولكن هذه الحكاية الشعبية كتقول لك أن المستعمر بكري كان كيفرق على الناس هذا النوع ديال الخبز، وكان كيأمرهم باش ما تنوضش الفوضى يشدوا الصف في جنب الحيط، وكان كيقول لهم بالعبارة كو أمور، الأمر اللي خلى هذا النوع ديال الخبز يتشهر بهذه السميه ديال كومير. أسطورة شعبية ولكن غير مستبعدة، خصوصا الأسامي ديال الخبزيات والحلويات بصفة عامة المعجنات جذور ديال الأسماء ديالها فرنسي. وبلا ما ندوي لكم على كرواسا وشنيك بتي بان باغيت كاليت، تقريبا أسامي اللي بقات محافظة على السميات ديالها. ولكن راه حتى حنا بخيرنا وخميرنا، فمثلا فرنسا اللي عندهم ملفاي، حنا راه عندنا البغرير اجي. ياك ما هاد البغرير جات من باغير، وشكون عرف راه هادشي ولا كيدخل الشك. ولكن حاجه وحده متاكد من ان اسماء الخبزيات والحلويات عندنا حيد منهم غير غريبه وكعب الغزال، اما الباقي فنون حرب وقتال. محراش، فقاص، كعكع، قريشلات، حلوه البوق، المعلكه، الملوي، البطبوط، الشيار.